السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت هتقف ورايا كده على طول؟ السلام طب ما عليكم تجيب كرسي واقعد. ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اعم السلام في انحاء العالم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم امين يا رب العالمين. انا يا جماعه بقول للحسن اعمل رجيم. حسن ما تعرفيش ايه، من يوم ما جه الشقه هنا وتحس ان هو عمال ياكل ياكل ياكل، وانا مش حابه كده. يعني انا ما عدتش باكل الا طاقه واحده علشان عايزه اخس، وهو ما شاء الله ضرب. صح ولا لا؟ يا ما بتتكلمش ليه؟ كده ليه؟ انا ما باكلش كتير. ما بتاكلش كتير؟ يا شيخ يا باكل شيخ. شويات صغيرين. شوية صغيرين. بيزعل لما حد يتكلم. انت حر غلط عشان الكلمة. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا عايزه اقول لكم إيه. انا كنت ماشيه كده في محل. عندنا هنا في محل اسمه تيدي. المحل دون حبايب قلبي في ايه. ببص لقيت حاجه رمضان. طبعا انتوا عارفين ان رمضان بقى كل سنه وانتم طيبين. رمضان لسه قدامه بدري، يعني لسه تقريبا هو في اوائل 3 واحنا لسه في شهر 1، فلسه بدري يعني على رمضان وكده. بس لقيتهم منزلين حاجات يا جماعه، حاجه رمضان من بدري كده، مش اكل يعني، حاجات كده ديكورات للشقه، علشان طبعا فانتوا عارفين ان احنا لازم نفرح العيال عندنا ونوريهم الطقوس ان في رمضان، وبنجيب حاجات كده لرمضان بس يعني، ونزوق الشقه كده. فقلت بقى ايه اوريكم الحاجات اللي انا جبتها من عند تيدي. انا كنت عايزه اعمل لكم الفيديو والله بقالي كام يوم، بس الكسل بقى. الكسل يوم قصير وتلاقي اليوم بيجري. فقلت اعمل لكم ايه بقى، اوريكم الحاجات اللي انا جبتها. ماشي. اول حاجه جبتها، بصوا دي الحاجات بتاعت رمضان يا جماعه. بصوا دي ده النور اللي هو بيتعلق. طبعا بقى الحاجات دي كلها هعمل لكم فيديوهات على رمضان الجاي ان شاء الله. بصوا انا هوريها لكم. انا بحب كده كل حاجه تبقى جايباها، بحب ان انا تطلع في وقتها. بس انا قلت بقى ايه اوريكم والله ما انا عارفه افتحها ايه، متقفله دي وانا كنت فاكراها مفتوحه. بصوا ما انا هوريكم التانيه. دي اللي هي البيضه. بصوا الهلال وكده شايفينها. فده ايه اللي هو الانوار، جايباها علشان ان شاء الله رمضان العيال بقى. عندي ولاد ابني وعندي محمد وكده، بيبقوا فرحانين بالحاجات دي قوي. ونقعد بقى نركب قبل رمضان كده بكام يوم ونظبط الشقه. هوريكم طبعا احنا هنعمل ايه كل الطقوس في رمضان ان شاء الله. طبعا انا لقيت ايه يا جماعه. بصوا ايه رايكم في دي علشان بصوا لما تجيبوا دي علشان المناديل اللي هي المناديل. شوفوا شكلها عامل ازاي، شكلها جميل صح. ايه رايكم؟ عجبتني قلت اجيبها كده علشان لما يجي بقى في رمضان يبقى المطبخ كده متزوق، ونحط بقى الانوار وعندي حاجات تانية فوانيس وحاجات هعلقها في رمضان. انتظرونا في رمضان. ربنا يا رب يعيدوا علينا كده بالخير يا رب، واليمن والبركات ان شاء الله. دي لسه اوريكم بقى. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا دي بومبنيره. ماشي. تحط بقى فيها ايه حلوى بتاع البلح، تحط فيها بونبوني، شوكولاتات. انت بقى بصي شكلها عامل ازاي. ايه رايكم؟ شكلها حلو. وجبنا ايه تاني. بصوا استنى بس. دي برضو للمناديل. بصوا دي بتحط فيها المناديل كده علشان ايه بتحطها على الترابيزه كده. بصي بنظبط بقى علشان رمضان الجاي ان شاء الله. ربنا يا رب يجيبه خير كده علينا جميعا. ايه رايكم؟ شوفوا شكلها عامل ازاي. عجبوني قلت بقى نجيبهم بالمره يعني. لا دي بقى ايه، دي حاجه بتتعلق في العيد. طبعا ده بيبقى ده ورق كده بيتعلق في العيد. بس انا طبعا قلت برضو ايه ممكن العرب هيقوموا ساحبين الحاجات دي. فانا قلت ما هو انت لو ما لحقتيش، العرب بياخدوا الحاجه دي كلها وبياخدوا الحاجه من بدري، ما بتخلص بسرعه. فانا قلت اشتريها يعني، انا عارفه ان لسه بدري.
ودي بتاعت عيد الميلاد. لا دي بتاعت عيد ميلاد حسن، لسه هنعمله، ما تقلقوش ما تقلقوش، هنعمل التورته. دي بتاعت عيد ميلاد حسن. ودي ودي الشمعة برضو بتاعت حسن، الشمعة دي بتاعت حسن. ودي الخواتم اللي بتنور دي. دي كانت عشان العيد الميلاد. كنت جايبة خواتم كده بتتلبس عشان في العيد الميلاد يعني، وبتنور، فانا قلت ايه اجيبها. والله مش عارفة بتنور ولا لا. هو انت بتزمر؟ حسن بيحتفل وهو قاعد. والبلالين دي برضو كنت شاريها لحسن عشان لما في العيد الميلاد ننفخ له بلالين. يلا. استنى يا حسن، انت مستعجل ليه يا حسن؟ والمراية دي. وبعدين لقيت الصينيه دي كمان، شوفوا لقيتها عجبتني برضو الصينيه دي، قلت ايه، قلت اجيبها. ايه رايكم؟ انا مش عارفه النور. اهم حاجه مش شبه المنخل. بصوا يا جماعه. اهم حاجه مش شبه المنخل بس. ايه رايكم؟ شكلها حلو. بصوا دي بقى علشان في رمضان برضو نحط عليها الحاجه كده، شكلها جميل وعجبني. قلت ايه، قلت برضو نجيبها. كان في هناك لسه حاجات برضو، حاجات بتعلق على البيبان، حاجات بتعلق على الحيطان كده يعني. فبرضو واحده واحده انا هجيب الحاجات دي. وعملنا وجبنا ايه تاني يا اماني. جبت بالمره دي، قلت لا دي مالهاش دعوه برمضان، قلت برضو اجيب الايه، الميداليه دي. ايه ده، هي الميداليه راحت فين يا خبر ابيض؟ من اولها كده. لا اتفكت بس. دي ميداليه يا جماعه. قلت ايه اجيبها، قلت لا يا حول الله ربي ده اتفككت. قلت دي ميداليه، منها ميداليه ومنها مفكره، على اساس ان انا ايه تبقى معايا في الميداليه المفاتيح، ودي مفكره مثلا لو عايزه حاجه اكتب اي حاجه عشان ما انساهاش. بصوا تعيشي وتجيبي. تعيش يا اخويا تعيش. كنا في رمضان ده بدفع زواق. انا حد قطع الميداليه ولا ايه؟ هي المفروض حد يصدق اللي عارفه اقطعها. حول الله يا رب. بدفع زواق في الشقه بتاعت في البيت بتاع امي في الشارع. حسن بقى عايز يحكي لكم بقى على في رمضان. استنى. وبدفع زواق عند الدكانه الزينه. ايوه. وبدفع زواق عند بيت انا، يعني كنت بحاسب ب3 حتت في رمضان. كان حسن اما بيجي في رمضان يا جماعه عندنا في مصر يعني بنزوق الشارع بدفع. بيزوقوا الشارع عندنا، بيعلقوا حاجات ويعلقوا انوار. ويعلقوا انوار وكده. فكنا طبعا ايه نلم من بعض. الناس بتقعد بقى، حد يجي من الشباب كده يفضل يلم من الشارع كله، يشتروا بقى لمض ويشتروا زينه لرمضان، ويشتروا بتبقى رمضان في مصر جميل. ده كنت بدفع في ال3 شوارع، الشارع بتاع امي وعند المحل بتاعنا، وعند المحل وعند البيت بتاعي. فبتبقى الايام بتاعت رمضان دي يا جماعه ايام جميله، ايام ما تتنسيش والله العظيم. احنا بنستنى رمضان من رمضان لرمضان، نستناها كده بفارغ الشوق. والله العظيم كانت احلى ايام. ان شاء الله يا رب ربنا يجيب لنا رمضان كده واحنا كلنا بخير وسعاده، وما نشوف بقى يعني هنعرف نقضي رمضان. السنه اللي فاتت احنا كنا مقضيين رمضان فين؟ كنا مقضي، انا كنت مقضي، انت كنت هنا صح؟ مقضي هنا. حسن كان هنا، انما انا كنت في مصر. وبصراحه ربنا يعني هو في مصر رمضان بيبقى جميل جدا يا جماعه. بس بالنسبه اللي بيبقى رايح مثلا اجازه بيبقى بقى كله الصيام والتراويح والصلاه وقيام الليل والحاجات دي كلها، فما بقاش بقى في وقت خالص لخروج. بالنسبه للمغتربين يعني انا بحب رمضان، بس لما احب اروح بعد كده اروح مثلا اخر اسبوع، على اساس كله بيبقى عزومات، واللي بيروح هناك بيتخن. اللي بيروح في رمضان بيبقى كل الشهر عزومات. يعني انا السنه اللي فاتت كنت في رمضان كل الشهر عزومات يا جماعه. فبصراحه ربنا تخنت جدا. كنت رايحه بقى ايه نازله بقى لي فتره ما كنتش بنزل مصر، فقعدت فتره كبيره. رمضان. بصوا يا جماعه
ايه رايكم؟ رمضان لما ايه رايكم في شكلها؟ شكلها جميل صح؟ صح؟ يا ام ابراهيم. نعم. رمضان لما كنا في المنصوره. ها. ايه رايكم؟ شكلها عجبنا قوي بصراحه، شكلها حلو. والحاج والحاجه موجودين. ها. بصي يا ولد السنين شكلها وابوكي وامك واخواتك. وطاهره وساميه. وابويا يقول لي تعالوا يلا الكل اللي تعالوا اقعدوا على السطح نفطر. نفرد السطح من اوله لاخره. احنا لما كنا يعني لما كنا في رمضان كنا بنتجمع مش عيله واحده، كان البيت بتاعنا هناك في المنصوره. كنا لما نروح في الصيف البيت عندنا كبير جدا، واسع، البيت كبير. كنا بقى نقوم طالعين فوق السطح نفرش السطح كله، وامي وابويا البيت بتاعهم قدام البيت بتاعنا. وكنا نقوم بقى فرشين السطح يا جماعه، وخدوا بقى عندكم بقى كل واحد جايب اكله ونقعد بقى نتجمع. تعالى افطر معانا. ابوك يقول له ليه؟ ما انا عندي اكل. يقول له ما انا عارف ان انت عندك اكل. يقول له هات اكلك بقى وتعالى. هات اكلك وتعالى. يجيب الاكل بتاعنا على بتاع مش عارفه اللي احنا عاملينه، كل اللي عنده اكل يجيبه. نفرش السطح كله ونتجمع بقى كلنا ونقعد نفطر مع بعض ونقعد نتسلى ونقعد نجيب بعد الاكل الحلويات ونشرب الشاي والكنافه والقطايف. وبعد كده طبعا نقعد بقى نتفرج على المسلسلات وحاجات رمضان، واللي بيروح يصلي طبعا بيصلي. نفضل قاعدين يا جماعه ممكن لحد بقى اللي ينام واللي يقوم، كل ده واحنا قاعدين فوق السطح. فبيبقى الايام دي يا رب كده يا رب اسمه يبلغنا رمضان ان شاء الله. والايام دي بتبقى ايام ما بتتنسيش بالنسبه لاي حد، خصوصا عندنا في مصر. اللي عايز يقضي رمضان بجد يقضيه في رمضان في مصر. مصر جميله. بيبقى الناس كلها كده في الشوارع، والاكل والشرب، والناس عارضه المخللات بقى، لا مش عارفه السوبيا، لا اسمها ايه التاني اللي هو العرقسوس، المشروبات والتمر الهندي. وتلاقي المحلات كلها متزينه والانوار. عايز ايه يا محمد؟ عايز ايه يا حبيبي؟ شحنك؟ ما انا اديتهولك يا بابا جوه. خش جوه. لا جوه، لا انا دخلته جوه. احلى ايام. والله احنا كان عندنا رمضان كل سنه لازم نروح نصلي بالحسين الفجر. والله. ونروح نتسحر هناك. ونقعد على القهوه على الفيشاوي ده حسن بقى مش انا، ده حسن ده قبل ما يتجوز صح؟ لا وحتى وانا متجوز. لا انا ما كنتش بروح عند الفيشاوي. ايوه انا ما رحتش، هو اللي كان بيروح لوحدي. انا ما كنتش بروح طبعا مع اصحابي لان نركن العربيه في الموسكي او في جراج العتبه وناخدها ماشي الحسين، لان المريش راكنه هناك. ايام يا جماعه الايام دي ما بتتعوضش. ايام خير. الايام بتاعت رمضان ايام ما بتتعوضش، الناس كلها بتستناها والله. وكان الواحد بيقدر يصوم يا عم هو علشان حسن يعني زعلان عشان ما بيقدرش يصوم. طب ما هو انت لك عذرك، يعني انت لما بتكون تعبان انت لك عذرك، فربنا يعني بيغفر لك حاجه زي كده مش بمزاجك. انا كنت بصوم من سن 6 سنين ولا 7. طيب بس هو ربنا امر ان انت ما تصومش، انت تعبان وغصب عنك ولك عذرك، صح ولا ايه يا جماعه؟ الحمد لله حسن، الحمد لله. فانا قلت بقى ايه اعمل معاكم الفيديو واوريكم بقى الحاجات الجميله دي. عجبتني شكلها بصراحه، قلت اجيبها واوريها لكم. واهي الانوار. استعدوا بقى ان شاء الله كده في رمضان ازوق لكم المطبخ هنا وهنحط الانوار بقى والفوانيس هتبقى حاجه جميله خالص. استنونا ان شاء الله في رمضان كده وانتم بخير واحنا كلنا بخير يا رب. ربنا يعود علينا بخير. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. طيب دلوقتي بقى ايه نقول لكم نشوفكم بخير كده وسعاده وربنا ييسر الامور، ونعمل لكم بقى فيديوهات دايما حلوه كده. بحبكم في الله. يلا بحبكم في الله واقول لكم ايه، يلا تشيز. سلام عليكم. تشيز.